كل انسان عنده فيديو، كل انسان عنده كمبيوتر يسجل الحلقة ويعملها اسطوانات ويطبع ويوزع، وزع الناس كلها، وكل اللي يصلي صح يبقى في ميزان حسناتك معايا، ونبقى احنا كلنا في ميزان حسنات واحد هو سيدنا النبي اللي علمنا ازاي نصلي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ونكون معه اللي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. أيها الإخوة، إنني أريد الآن أن نستكمل وبسرعة قضية الصلاة عشان ننتهي منها قبل رمضان. رمضان داخل وكابس علينا بسرعة. اللهم بلغنا رمضان، اللهم سلمنا لرمضان، اللهم سلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا العافية والمغفرة قبل رمضان. اللهم أدخل علينا رمضان ببركاتك ورحماتك وعفوك وجودك وإكرامك وإحسانك يا حي يا قيوم. رمضان داخل وعايزين ننتهي من موضوع الصلاة، ولكن زي ما اتفقنا يا تصلي صح يا تصلي صح، هي حاجة من الاتنين دي، مفيش حل تالت، لازم تصلي صح. وعشان تصلي صح زي ما قلنا لابد من إعداد حقيقي للصلاة. حسيت النهاردة ومن يومين فاتوا ان انا عايز اكلمكم في حاجة مهمة قوي في الصلاة، وهي عدة الصلاة. عايزين نعمل عدة للصلاة. قلت لكم القصة دي قبل كده، ان لما رحت زمان العب تنس، فالمدرب التنس كنت رايح بتريننج كحلي، فقال لي شوف اللي عايز يلعب تنس يلبس تنس. يعني ايه يا باشا؟ قال لي لازم فانيلا بيضة وشورت ابيض وكاب ابيض. طب ما مش هتفرق يعني؟ لا هو كده وصوله. فاحنا بنقول بقى اللي عايز يصلي يلبس للصلاة. تنس ايه وبتاع ايه وتهريج ايه وكلام فارغ اللي انت بتقوله ده ايه يا عم؟ ده ربك قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فاحنا عايزين نجهز عدة للصلاة، جلابية بيضة وطاقية بيضة، طاقية ها، وطيب عطر طيب، حاجة حلوة كده. ما هياش مش فيها كحول، مش فرنش ولا ايطالي ولا حاجة، لا لا، عايزين حاجة طبيعية ما تدخلش فيها حاجة، هتحس بطعم تاني. قولي ده انا عمري ما لبست جلابية، ماشي، لله لله، الله احق من تزين له. انا ما بقولش فرض ولا شرط ولا الزمك، لا، صلي في اللبس اللي انت عايزه طالما لبس طيب. لكن اللي ازعجني ان انا اشوف واحد داخل يصلي ببيجامه النوم شورت او بيجامه البيت، ما اعرفش ايه قصه اللي بيلبسوها اليومين دول دي، شورت وداخل يصلي صلاه الجماعه في المسجد. اللي جاي يصلي الفجر ببيجامه النوم ببدله التدريب. لا، عايزين نصلي صح، يبقى مهيئين حتى نفسيا ان ده لبس صلاة. المرأة احنا قلنا المرة اللي فاتت عايزين نعمل مسجد للبيت، اي ركن كده من اركان البيت نروح مقفلينه كده بستارة، الحتة دي تبقى طاهرة، الحتة دي تبقى طاهرة، حتة كده فاضية ايوه ونقفل عليها ها، وتبقى طاهرة بحيث الاطفال ما يدخلوهاش، محدش يدخلها بالاحذية، تبقى دي اسمها مسجد البيت، يبقى مأوى نأوي إليه. مسجد البيت فيه العدة دي، فيه المصحف والسواك وإزازة مية زمزم وإسدال الصلاة بتاع المرأة اللي بتلبسه في البيت. للمرأة إسدال صلاة بتلبسه في البيت، إسدال الصلاة. برضو واحدة قالت لي
يعني ممكن الواحدة لو لابسة لبس البيت وقاعدة في البيت براحتها وجت تصلي، ممكن تلف ملاية على نفسها كده وتصلي. ليه مستهترين بالوقوف بين يدي الله؟ نعمل اسدال صلاة حرير يكلف 500 جنيه للي معاه، وفيه ب8 جنيه. لكن البس لربنا، ان الله احق من تزين له، احق من تزين له. هتزين لمين؟ اجمل من ربنا، اعظم من ربنا، اكرم من ربنا. ايضا عايزين من الاستعداد للصلاة اراجع اللي انا هقرأه في الصلاة. يعني انا هصلي، فعايز افتح مصحفي، انا هصلي بايه؟ هصلي مثلا بوضحى وألم نشرح. افتح المصحف واقرأ والضحى وألم نشرح قبل ما ابدأ الصلاة، اراجعهم. هقرأ من البقرة، هقرأ من آل عمران، اراجع انا هصلي بايه. ايضا من عدة الصلاة كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للشيخ الألباني. كتاب مهم جدا تقرأ فيه علشان تظبط أمور الصلاة، تشوف النبي صلى ازاي. كتاب الشيخ الألباني ده صفة صلاة النبي، ما فيش كلام منه، كله أحاديث. النبي كان بيصلي ازاي، كان بيصلي بايه، كان بيقول ايه، كان بيركع ازاي ويسجد ازاي، علشان برضو ما يبقاش كلامي ده خلص عند مجرد انك شفت الحلقة. لا، الكتاب ده هتلاقي فيه اللي احنا بنقوله واحسن من اللي بنقوله. بس المسألة انا كل مهمتي تبسيط المسألة وشرحها. بدأنا الصلاة، رفعنا ايدينا، وانا رافع كده برمي ورا ظهري كل حاجة، وانا نازل كده بهد كل حاجة. الله اكبر، قلتها صح، ما بقولش الله اكبر، ولا بقول الله اكبر، وانا بقول الله اكبر. وبعدين اقول دعاء الاستفتاح، وبعدين اقرأ الفاتحة واحدة واحدة وعلى مهلي، آية الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمدها مدا. وبعدين نسينا المرة اللي فاتت نقول آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال أحدكم في الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين فوافق إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. هندسة. عايزك وانت بتقول آمين هندسها تطلع مظبوطة. غفر له ما تقدم من ذنبه. كم مرة مرت معانا دلوقتي غفر له ما تقدم من ذنبه في الصلاة؟ عشان ذنوبك تمحي تتشال، اظبط آمين. عارف تتقال ازاي؟ افهمها بقى. حركتين، لأنها ألف ممدودة مد طبيعي، حركتين اتنين تبقى ومين اليه بتاع إين ممدودة من 4 ل6، لأنه المد عارض للسكون، بيسموه كده مد عارض للسكون. فأقول كده آمين، مش آمين. غلط، مش كده يا عم طارق. آمين وبعدين مين، زود كده. لو دي ظبطت وافقت الملائكة غفر لك ما تقدم من ذنبك.